4. محمد بن راشد آل مكتوم. ومحمد بن راشد حاكم واحدة من أغنى مدن العالم واللي هي دبي. امتيازاته كثيرة وثروته اللي بتقدر ب15 مليار دولار هي بس قمة الجبل، والأهم من هاي الثروة هي السلطة والتأثير اللي بيتمتع فيه كحاكم لمدينة دبي، لأنها ببساطة المركز الحيوي للأثرياء في العالم. ومع كل هاي الثروة لسه في مجال تكبر ثروته أكثر وأكثر عشان كمية الفرص الاقتصادية المتاحة له، واللي بترجع لمكانته وسلطته في دبي، واللي بالتأكيد رح تأمن له حياة فاخرة. بقيم الشيخ محمد بن راشد في قصر زعبيل واللي قيمته 500 مليون دولار، وهذا القصر هو شهادة لذوق الشيخ الرفيع، لأنه هذا القصر اللي مساحته 100 ألف قدم مربع مليان حرفيا مليان بالمعادن الثمينة وعاج وزخارف معقدة، ومجهز بكل وسائل الراحة اللي ممكن يتمناها أي حاكم ثري. تخيلوا انه في القصر صالة سينما خاصة ومركز رفاهية وعناية بالجسم وغرفة ألعاب وحمامات سباحة وصالات رياضية له ولزوجاته. والشيخ محمد عنده رقم قياسي غريب شوي، وهو انه صاحب اغلى حفلة زفاف في التاريخ كامل بتكلفة 200 مليار دولار، ونصف هاي التكلفة كان بغرض انشاء ملعب جديد بيستضيف هذا الحدث الضخم. اتوقع انه الرقم غريب كثير مش شوي. وفي إشاعات إنه حاكم دبي استثمر في كثير من العقارات، وبعض المصادر بتحكي إنه بيمتلك كثير من الأراضي حرفيا كانت بتمتلكها في السابق العائلة المالكة في بريطانيا. ومن ضمن أملاكه العقارية الواسعة مزرعة مساحتها 63 ألف فدان في إستلندا، وأملاك بقيمة 45 مليون دولار في دالهام هول. وما ننسى إنه العائلة المالكة لدبي بتملك شقة فاخرة في موناكو قيمتها 323 مليون دولار، وهاي واحدة من أغلى الشقق في العالم. بس كل هذا ولا إشي قدام قصر الإمارات في أبو ظبي، واللي يقال إنه قيمته مليار دولار. والشيخ محمد بن راشد مثل أي حاكم عربي بحب السيارات الفاخرة أكيد، ومجموعة السيارات اللي عند الشيخ محمد بن راشد أقل إشي ممكن إنه يقال عنها إنها مذهلة. تخيلوا زي بوغاتي فيرون بقيمة 4 مليون دولار، ولامبورغيني ريفينتون بقيمة 2.5 مليون دولار، وفيراري إنزو بقيمة 1.5 مليون دولار، ومرسيدس بنز SLR مكلارين بقيمة 1 مليون دولار. ومش بس هيك، الشيخ عنده أسطول كامل من سيارات رولز رويز وبنتلي وكثير من السيارات الفاخرة الثانية. ومع انه السيارات اشي فوق الخيال حرفيا، بس في اشي ممكن يتجاوز روعتها، وهي رحلة في يخت فاخر. وهون الشيخ مش مقصر ابدا في موضوع اليخوت، فعنده قصر بحري فاخر طوله 535 قدم تحت اسم وهمي وهو دبي، وهو ببساطة يخت كلف الشيخ أكثر من 350 مليون دولار. بس كل وسائل الراحة الفاخرة اللي فيه والرفاهيات حرفيا بتستحق كل دولار اندفع فيها. وهذا مش اليخت الاشي الوحيد للشيخ، عنده كمان يخت اسمه كواترو وطوله 290 قدم، ويخت اسمه سويفت طوله 256 قدم، وأسطوله كامل تقريبا قيمته مليار دولار. وفي اشي مثير للاهتمام عند الشيخ محمد بن راشد، وهو انه ما عنده طائرة خاصة حرفيا، بس عنده شركة طيران خاصة كاملة. عائلة آل مكتوم بتمتلك طيران الإمارات، وعند الشركة أكثر من 100 طائرة، وأفخم هاي الطائرات هي طائرة بوينغ 747 وبوينغ 400، واللي قيمتهم تقريبا 260 مليون دولار. وطيران مدته ساعة على هاي الطائرات الفاخرة والجميلة بكلف 1600 دولار. بس مع هيك الشيخ محمد بيسافر بشكل مجاني أكيد، لأنه الشركة والطائرات إله.